النهارده اليوم الكبير في مؤتمر الطاقة في حفر الباطن، والناس كلها بعد الكلمة يعني شغل ممتاز ومتحدث مدعو في المؤتمر، وكأن الشغل ده شغلي أنا فقط، يعني تعبي أنا فقط، وأنا اللي أخذ الصورة. لكن اللي أصل الحكاية اللي ورا القصة دي، اللي دفعوا ثمن الشغل ده والبدلة والمؤتمر والشغل الكويس اللي الناس بتشيد بيه، هو والدي رحمة الله عليه وأمي ربنا يبارك لي في عمرها. والله فعلا أنا يعني لن أمل، وعلى طول في كل اللحظات الكبيرة دي هفتكر الحاج إبراهيم عثمان وأمي ربنا يبارك لي في عمرها يا رب إن شاء الله ويبارك في صحتها. هم دول اللي تعبوا فعلا، يعني احنا ما عملناش ولا واحد على 100 من المجهود اللي هم عملوه، احنا فقط بس نتائج تعبهم يعني. فلما حد بيقول لي مبروك وشغل كويس، انا بشوف مبروك دي للحاج ابراهيم والله والوالده ربنا يبارك لي في عمرها يا رب. فاوعى تفتكر ان انت ممكن تنجح لوحدك، ولو نجحت دايما على طول خلي الوالد والوالده في حسبان عندك، كلمه حلوه اتصل عليهم، ادعي لهم، الكلام ده بيفرق جامد معهم والله. وانا دلوقتي كأب بحس بالكلام ده، لانه فعلا احنا دلوقتي حصل يعني زي في عدم ربط ما بين الاولاد والاباء. الاولاد عايشين في الخير ومش شايفين التعب ولا المجهود اللي الابهات بتعمله يعني. فانا والله العظيم فعلا في كل موقف كبير زي كده، يعني انا نفسي يعني لما يكتبوا بدل ما يكتبوا احمد، يعني حتى في الاسم شايفين كاتبين احمد عثمان، يعني ابراهيم مش موجود اصلا اللي هو اصل الحكايه. انا فاكر في 95 كنت في ام الحويطات، وامي ربنا يبارك لي في عمرها كانت عشان توريني بس ابويا تعب قد ايه وبيتعب قد ايه، وكان هي عندها ذكاء عاطفي، عارف ان الستات الذكيه اللي عايزه توري لك ابوك بيتعب قد ايه. فقالت لي يا احمد روح مع ابوك المناجم النهارده تفسح. فرحت، والدي كان شغال عامل في الفوسفات في المناجم تحت، فرحت دخلت معاه المنجم تحت، يعني نزلنا هم بينقبوا على الفوسفات يعني. فنزلت المنجم تحت، يعني اعزكم الله من الحر ما بيحطوش غير بس يعني ايه، يعني قماشه بس تستر العوره يعني. من كتر الحر انا ما عرفتش استحمل اقعد هناك 10 دقائق، وهم بقى بالحجاري والطوريه ويكسروا ويعملوا بالديناميت ويشموا البخار والغبار اللي طلع ده، اللي هو جاب لوالدي مرض القلب بعد كده وحساسيه في الصدر والكلام ده كله. كل ده بس عشان يوفر لنا قوت اليوم بالحلال والاكل الطيب. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا اخري بس بنشتغل في المعمل والجامعه فهم دول الناس اللي تعبوا. يعني انا فعلا والله العظيم في كل موقف زي كده انا بشوف الحاج ابراهيم عثمان وامي ربنا يبارك لي في عمرها، هم الاصل. احنا بس يعني احنا اللي في الصوره، لكن هم اصل الصوره يعني. ربنا يبارك في ابهاتنا وامهاتنا. فانت يعني لو ابوك وامك عايشين، وروح اديهم اتصال كده وقول لها ربنا يبارك لي فيك يا ست الكل، وربنا يبارك لي فيك يا حاج. يلا السلام عليكم.